السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي كامل اللي عم يشوفوا فينا أصحاب الباقة. اليوم حبينا في هذا الدرس نتعرفوا على حاجة مهمة في اللونجلي، يعني تكرر ديما في الإكزام تاع اللونجلي في الباك، يعني تجي ياسر وعليها نقطة ونص، ديما تكرر. قلنا نعاون بها أصحابنا نعدلوا بها. هذه تاع مثلا هذا تاع الجدول تاع جدولها، وكما ترون تاع اس زاد ايز يقولك صنف الكلمات. كاين اللي ما يعرفهاش يحطها زهر، وكان اللي هكا يعاود الكلمات، وكان اللي مو باش يدير نقطة. هذه مش زهر، هذه يا جماعة سهلة، كما نقولوا تدي نقطة ونص تاعك ديما تجي. نتعلمو كاين تاع الاودي وكاين الاس. راح نصنفوهم. كيفاش نصنفوهم؟ درك راح نبدا بالحرف الاس. كي يجيك كيما درك يجيك حرف الاس يقولك معنا صنف هذه من الكلمات، ويعطيك تصنيفات ثلاثة، يعطيك اي زاد اس وزاد، يقولك حط لي كلمة. كيفاش نعرفها اي زاد؟ لازم تشوف الكلمة ذيك ياك اللي مدوها لك قدام حرف الاس. اذا لقيت احد من هذه الحروف، هذم اس سي اكس زد اس اس سي اش اس اش اج جي او، هذم اذا لقيتهم طول راح تحطها في خانة ايزاد. يعني هذم الحروف اللي لقيتهم مسبوقين قدام الاس راح تحطهم طول. نروحوا كيفاش نحطهم مثلا في الحرف في الخانة تاع اس. كيفاش نحطهم في الخانة تاع اس؟ كيف اذا جيت مسبوقة باحد الحروف هذم بي كا تي اف بي اش تي اش، يعني هذم اذا لقيتهم راح تحطها في خانة الاس طول، وراح تروح في الحل النموذجي ولا راح تلقيك انك هكا صحيح، وتقول هكا صحيح. كيفاش تحطها في الخانة تاع زاد؟ هي كذلك، يعني لازمك تعرف هذا من الحروف هذم. اذا لقيتها مسبوقة باحد الحروف هذه بي دي جي ال ام ان، هذه راح تحطها في حرف الزاد. ملاحظة صغيرة انك شفت في الاس، في خانة الاس بي، هذه ميني سكيل وهذه بي ماجي سكيل. كنا نقولوا هذه لازم تحفظها معك. هذه كان اتمنى كان قيتها بي كيما ذيك تحطها في خانة الاس، كان قيتها بي ماجي سكيل كيما هكا تحطها في حرف الزاد. نروحو درك بلا ما نطول، نروحو كيما لك الجدول تاع هاو اودي يقولك صنفها حسب النطق. كاين درك عندنا الاس وكاين الاودي. كيفاش؟ كاين يكفي الاودي كاين الاي دي وكاين تي وكاين الدي. كيفاش نصنفها في الاي دي؟ في الخانة اذا جيت مسبوقة بحرف تي ولا دي، الاودي هذه اللي تشوف فيها قدامك هذه، نقول جدول الاودي، يعني اذا جيتها مسبوقة بالتي ولا الدي تحطها طول في خانة الاي دي. اذا جيتها مقصوبة مسبوقة بي بي كي اف جي جي ا سي اش سي 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 اكس، هذه راح تحطها في خانة تي طول. إذا جيت كذلك مسبوقة ب ال ان ار جي اف سي اس جي بي ام اي، راح تحطها في خانة الديتول. هذا ما عليكم سوى انك تحفظهم وخلاص. وهذا هو ما قدرنا نقدمه لكم، يعني تحفظها تدي نقطة تاعك ونص ضامنة. في الاخير والله نتمنى انكم تستفادوا، استفدتم ولو قليلا، ونتمنى انكم تدعونا بالنجاح ثاني، وربي يوفقنا وربي يوفقكم. وفي الاخير اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطيجوه مع اصحابكم في الجروبات الى اخره، باش كل واحد يا لخاطر يضمن نقطة ونص في في الانجليزية. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد عنا. بالتوفيق إلى حلقات أخرى.